السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. بالنسبة للناس اللي كتسول على حساب الزراعة ديال الخص بحال اش دايرة خويا، كنشدو الزريعة ديال الخص، كنشدو حوض مثلا، واحد الحوض فيه 2 متر على حسب داكشي اللي بغيتي، 3 متر أو 2 متر على 2 متر مربع، وكنلوحو فيه الزريعة وكنبداو نسقيوها حتى كتكبر واحد شوية، كتوصل على النقلة وكنهزو هذيك النقلة وكندخلوها للتراب الأم. كنديرو خطوطة بحال هكا اللي كتشوفو، وهاد الخطوطة هذا كالتيو كتوقف فيه 3 من هاد الجهة و 3 من هاد الجهة على طول الخط، أو غدير جوج يعني 4، كتسوق 4 الخطوطة من الراس حتى للراس صافي، كتسقيها كتعرف بأن هي 45 يوم كيوصل تبارك الله. والقليع ديالو راه ساهل، راه واحد يقدر يقلع 60 صندوق في النهار. وبالنسبه الامراض ديالو راه ما عندوش، كتخاف غير شويه من الدوده. الدوده الا كاين واحد شويه كتعطي واحد، كتداوي واحد الداويه صافي في العمر ديال الخص. او الربيع تحاول تنقيه مزيان، باش بان الربيع كيضعفوا واحد شويه، كياكل ليه دوك المواد، كيزحموا في دوك المواد اللي في الارض. وبالنسبه للامازيغ، هذا السماد العضوي او لانكري ولا شي حاجه، راه ما كيحتاج حتى شي حاجه. الا كانت طراب جديده راه ما كيحتاج حتى شي حاجه. وبالنسبه للتسويق راه مطلوب في السوق وخارج لك، حتى الا بعتيه حتى ب 20 درهم، من 20 درهم 25 درهم الا حقتي كاع 100 درهم، راه خارج تبارك الله، راه كيخرج. والزريعه راه رخيصه وموجوده في السوق. تسول على الخص الحلو، ديما سول على الخص الحلو، ما تجيبش الحار، فيه الحار، سول على الخص الحلو. وهذا والسلام، والله يوفق الجميع ان شاء الله رب العالمين.